دخل هذا المتسول إلى بنك سويسري وطالب بسحب 40 مليونا فورا. أوقفه الأمن على الفور وأمروه بالتوقف عن إثارة المشاكل والخروج، لكن المتسول رفض المغادرة. في هذه اللحظة جاء المدير وأخرج حاسوبه آملا في إجبار المتسول على الاستسلام، لكن المتسول نجح في إدخال رقم الحساب وكلمة المرور. عندها صدم الجميع، إذ لم تكن 40 مليونا سوى جزءا صغيرا من حساب المتسول، لقد كان يحتوي على 45 مليارا. لكن هذه الثروة الهائلة لم تكن كافية لإسعاد هنري، ففي تلك اللحظة امتلأ قلبه بكراهية لا تنتهي. قبل 15 عاما كان مجرد صياد عادي يعيش حياة بسيطة ونقية. كانت لديه صديقة يحبها، ولكن في يوم زفافهما ظهر عدد من رجال الشرطة فجأة واعتقلوه. السبب أنه قدم أموالا للمجرمين. كان هذا اتهاما مختلقا، لم يستطع سوى أن يشاهد عاجزا وهو ينفصل عن خطيبته، ولم يكن يعلم أن كل هذا كان بتدبير 3 أصدقاء يعملون مع الشرطة. ألقي به في السجن وأجبر على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها. سرعان ما فقد رغبته في الحياة، ولكن في تلك اللحظة منحه ظهور رجل عجوز الأمل. لم يساعده فقط على الهروب من السجن، بل في النهاية ترك له ميراثا ضخما. بعد هروبه بنجاح استخدم هنري رقم الحساب الذي قدمه له الرجل العجوز وسحب بنجاح 45 مليارا من البنك السويسري. هذه الأموال سيكون الانتقام سهلا للغاية. غير مظهره وهويته وعاد إلى مسقط رأسه على متن يخت. لم يعد بإمكان الأصدقاء الذين لفقوا له التهمة التعرف عليه، فقد أصبح أحدهم رجل أعمال والآخر رئيس شرطة والثالث شخصية مشهورة. لم يخطط هنري للانتقام بطريقة مباشرة، بل أراد لهم أن يعانوا ببطء. في البداية أنقذ طفل الشخصية المشهورة الذي سقط عن طريق الخطأ في الماء وبذلك تعرف إليه، ثم لاحظ أن زوجة رئيس الشرطة قد وضعت سكرا مسببا للحساسية في مشروبها، وعندما أصيبت برد فعل تحسسي ظهر في الوقت المناسب وأنقذها، فتمكن من التقرب إلى رئيس الشرطة. بعد ذلك اجتذب رجل الأعمال بحجة الاستثمار، وفي وقت قصير دخل بهدوء إلى حياة الثلاثة، ثم نظم حفلة ودعاهم إلى قصره. وكان سبب دعوة هنري لهما إلى هناك أمرا خفيا. قبل 15 عاما كان ذلك القصر ملكا لرئيس الشرطة، وفي ذلك الوقت أنجبت عشيقته طفلا، لكن رئيس الشرطة الذي كان يقدر سمعته فوق كل شيء لم يسمح بوجود الطفل، فأخفاه بالقرب من تمثال في الفناء. أما الآن فقد أصبحت تلك العشيقة زوجة رجل الأعمال، ولم يكن أحد يعلم بالأمر. لكن ما لم يعرفوه أن لصا كان قد شاهد ما فعله رئيس الشرطة تلك الليلة، والآن أعلن هنري أمام الجميع أنه وجد بقايا بشرية بالقرب من التمثال، لكنها بدت وكأنها جرو. أربكت هذه الكلمات قائد الشرطة، وبالكاد استطاعت زوجة رجل الأعمال تحمل الصدمة، لكن هنري لم يرضى بانتقام بسيط كهذا. في اليوم التالي اقترب هنري من زوجة رجل الأعمال مرة أخرى. كان يعلم أنها وحيدة في زواجها، فعرفها على شاب وسيم، وسرعان ما وقعت في حبه. لكن ما لم تكن تعرفه أن هذا الشاب لم يكن سوى طفلها الذي أخفاه قائد الشرطة قبل 15 عاما.